النهارده عيد المسيحيين. اوعى تقول لصاحبك المسيحي كل سنه وانت طيب، فاهم؟ يا اما هتخش النار. مساء الخير وكل سنه وانتم طيبين يا مسيحيين. النهارده 7 يناير عيد اخواتنا المسيحيين، بس انا بصراحه في مشكله بعاني منها بقالي فتره. تيجي تبص تلاقي ايه؟ سيد بامبا صاحبنا اللي احنا نعرفه وانت تعرفه وكل الدنيا تعرفه وعارفين ان هو شمال، شمال قوي كمان. يجي قبل عيد المسيحيين ويكتب على الفيسبوك ايه؟ اوعى تقول لهم كل سنه وانتم طيبين عشان ده كده حرام. يا سيدي ما تخليها لنفسك، هو الايمان بتاعك بيظهر يوم عيد المسيحيين بس؟ يا عم سيد، يا عم سيد، انا عارفك كويس قوي يا عم سيد، عيب الكلام ده بقى. انت بتعمل فينا كده ليه يا عم؟ حتى لو هو حرام بالنسبه لنا وفي ديننا، وانا ممكن اكون مقتنع بده، والمسيحيين برضو بالنسبه لهم في مناسبات هم لو قالوا لي فيها كل سنه وانت طيب برضو بالنسبه لهم برضو حرام. بس في حاجه اسمها ايه؟ ود ما بيننا، يعني من الاخر كده. واللي يعرفني عن قرب عارف ان انا ليا بنتي كده مسيحي، ليل نهار قاعدين سوا، اسراري معاه واسراره معايا. اقول لكم على حاجه، في حاجات بيتي انا ما يعرفوهاش هو يعرفها، والعكس، حاجات انا اعرفها عليه وبيته هو ما يعرفهاش عليه. يعني انا هقول لك على حاجه مثلا بتحصل معانا كلنا. صاحبي ده لما يتاخر شويه على البيت ويتصلوا عليه يلاقوا تليفونه مقفول يكلموني انا: يا عصمت ماجد معاك؟ اقول لهم ثواني بس اقول لكم ده معايا اهو، اصل تليفونه فاصل شحن، او احنا في حته وتليفونه فاصل شحن، والعكس. فاجي النهارده وما اقولوش كل سنه وانت طيب، اصل حرام. يا سيدي هو ممكن يكون في ديني حرام، بس في حاجه اسمها انسانيا. يا عم ابقى اقول له كل سنه وانت طيب، بعد كده روح صلي ركعتين لله واستغفر ربنا وان شاء الله ربنا يتوب عليك. بس ما يجيش بقى قبل كل عيد ليهم اسمم بدنهم على الفيسبوك بقى، ما تقول لهمش كل سنه وانتم طيبين. يا عم ما تحتفظ بيها لنفسك، انت هتقعد توجع دماغنا كل شويه. ثم في حاجه عايز اقول لك عليها، انت ممكن تقول كده وتقعد تكتب على الفيسبوك بقى وتشهيص وتشير وتعمل حاجات زي كده. يا عم انت ما فيش في حياتك حد مسيحي، ما فيش جيران مسيحي. انا بصوا والله العظيم الشقه اللي جنبي كده اللي يفصل ما بينهم وبينهم حيطه ناس مسيحيين عايشين مع بعض بقالنا 40 سنه. الشغل اللي انا شغال فيه هو بتاع ناس مسلمين، بس جيراننا كلهم مسيحيين واصحاب وحبايب وبنقعد مع بعض ليل نهار. لدرجه ان اقول لك حاجه، كان قريب عندنا مشكله في الشغل واللي حلها لنا حد من اصحابنا المسيحيين دول. ليه؟ لان هو من المنطقه نفسها. اجي في العيد بتاعهم بقى وقال ايه؟ هو الواد ابانوب ده كويس وكل حاجه، وواد جدع ده، حتى لما العداد بتاعنا اتسرق هو اللي جري ورا الواد الحرامي وهو اللي حاول يجيبه بس اجي في عيدهم واقول لهم كل سنه وانتم طيبين، لا حرام يا باشا. ديننا مش كده، والله العظيم ديننا مش كده. في حاجه مهمه انا عايز اتكلم فيها والله. انا ممكن اقول لك ان الاسلام بيقول لك ما تقولهمش كل سنه وانتم طيبين عشان هو ده حرام مثلا. ماشي يا عم، ده ديننا، دين الاسلام ده دين تسامح، والدين المعامله. يعني انا اقول لك على حاجه، لو واحد مسلم زيه زيك وبيعاملك زي الزفت هتصاحبه برضه اصل هو مسلم، وصاحبك الجدع المسيحي اصل انا مش هصاحبه اصل هو مسيحي. مفيش الكلام ده يا عم، ما تحزبوهاش يا جدعان، يعني ما تحزبوهاش علينا يا جدعان. مفيش فرق بين مسيحيين ومسلمين، اقسم بالله ما في. انا بقف انا وماجد على الناصر، اي واحده حلوه معديه بنعكسها، بنقول مسيحيه ولا مسلمه، ما بيحصلش الكلام ده. احنا بنعاكس اي واحده حلوه معديه. لكن لو عمري قلت له ايه يا ماجد انت بتعاكس البت دي ليه؟ اصل هي مسلمه، وهو يقول لي ايه يا محمد انت بتعاكس مثلا البت جاكلين ليه؟ اصل هي ولا الهوا. اي واحده حلوه نقول له بص يا زميلي ولا يفرق معانا. فما تجوش بقى انتوا تحزبوها لنا. انا عارف ان انا بقول كلام يودي في 60 داهيه، بس انا عايز اضحك معاكم يا جدعان، ما ينفعش. بس انت يا عم سيد يعني معلش انا اسف ليك، يعني انت مش الشيخ الشعراوي. ما انت طول النهار ماسك سلسله ورابط فيها كلب بتاع اللي هو مش عارف جيرمان ده ولا كلب بوليسي وماشي بيه في الشارع. مقصر الكلاب حرام، بلاش ده كله. مش بترعب وترهب الناس في الشارع والبنات اللي انت عايز تشقطها؟ ما ده حرام. مش مطبق طول الليل على الموقع، لا بس بقى ما تخلينيش اتكلم بقى يا عم سيد. الموقع الازرق يالا، طول الليل عينيك باظت وجسمك خس، ما كل ده حرام الحرام. وهتيجي على صاحبك المسيحي اللي تقول له كل سنه وانت طيب بقى ده حرام؟ يا عم اقعد بقى، يا عم اقعد بقى. انا مش عايز اتكلم على القصه بتاعت الست المتجوزه اللي كنت بتدق عليها دي وتقول بصوا اتعاملوا مع الناس حلو. انا هخرب الدنيا بالفيديو. اتعاملوا مع الناس حلو وخليكم كويسين، وبعد كده يا عم روح البيت استغفر وصلي وتوب لله لنفسك. لكن ما تقعدش تدي مواعظ وحكم للناس وانت اسوأ خلق الله. فاهم ياض؟
على فكره ممكن يكون سيد اللي انا بتكلم عليه ده شخصيه وهميه مش حقيقيه اصلا ومش موجوده. انا ساعات مثلا ممكن اقول لحد ايه يا ابني ما بتعملش كذا اصل ده حرام، ولا بعمل القلعن. اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم. فيا جدعان يعني عايزين نحسن من نفسنا لينا احنا. حسن من نفسك ليك انت خلاص يا معلم. وانا كنت اليومين اللي فاتوا دول بعيد عنكم، انا كنت واخد الفيروس اللي داير في الجو ده يا جدعان. اقسم بالله كنت بموت، ما كنتش بعرف اتكلم، كنت بكح بس. فالحمد لله بدات اتكلم اهو، فقلت اعمل لكم فيديو سريع. وانا شفت الفتره اللي فاتت دي فيلمين، الهوى سلطان وهعمل لكم عليه فيديو جامد جدا، ممكن اقول لك تستناها بكره ان شاء الله، لاني بدات افوق اهو وان شاء الله هصور. بس ايه بقى، اخد دقني بقى كده واروق على حالي واقوم ايه نتش لكم الفيديو، لان فيلم الهوى سلطان ده كارثه فنيه. وشفت حياه الماعز جامد قوي قوي قوي. بس مش هتكلم عن الفيلم ده ان هو ايه بتكلم عن شخصيه السعودي وان الهندي لا انا هكلمكم عليه اخراجيا وتمثيليا، لان الفيلم ده فيه جمل ملهاش حل يا جدعان، مش اي حد ياخد باله منها. فاشترك بقى يا معلم في القناه وراضي صاحبك المسيحي، واستنانا عشان ان شاء الله الفتره اللي جايه في شويه فيديوهات جامده جدا فنيه. وهنتكلم بقى على الهري اللي هيحصل في رمضان، وفي حوالي 35 مسلسل نازلين، منهم حوالي 35 مسلسل بايظين، يمكن مسلسل او اتنين هو اللي يبقى كويس. بس هنتكلم على كل الرعاع وكل القرف اللي هيحصل في رمضان، لان انا ايه جالي اخبار يعني وانا قاعد كده بيجي لي اخبار فلان بيعمل كذا وفلان بيعمل كذا والدنيا بايظه. فيا مسهل الحال يا رب، واستناني ان شاء الله الفتره اللي جايه دي هبهرك. سلام عليكم.